إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. 4 صفات إذا اجتمعت في رجل واحد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها، منها الكذب. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ويقول الله عز وجل عن قال لعنة الله على الكاذبين. اللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن المسلم لا يكذب. لما روى أبي سفيان وكان قبل أن يسلم لله عز وجل، حدثه هرقل عظيم الروم عن صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له هل يغدر؟ فقال له لا، ما قدرش يدخل كلمة واحدة كاذبة. وقال خوفا من أن يؤثروا علي الكذب. كان كافر قبل أن يسلم رضي الله عنه، وكان خائف أن يؤثروا عليه الكذب. فقال ونحن في مدة منه، بقالنا زمن كتير ما شفناش محمد